أعلن المدير الفني المنتخب السعودي روبرتو مانشيني القائمة التي ستخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026. ومن المقرر أن يقيم الأخضر معسكر إعدادي في مدينة جدة تأهبا لمواجهة منتخب إندونيسيا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في 5 شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يغادر لمواجهة منتخب الصين في 10 من الشهر ذاته على استاد داليان سويوان. أجمل الذكريات في ملعب عبد الله الفيصل، أهدافي مع المنتخب، قضيت عمر مميز مع المنتخب مع زملاء اللعيبة. يمكن توافق هذه المباراة، مباراة المنتخب مع مباراة منتخب إندونيسيا، في هدف أتذكره في ملعب عبد الله الفيصل ضد منتخب إندونيسيا كان جميل وعالق في أذهان الجماهير السعودية وذهني أنا شخصيا كطلال. لما أتكلم على جمهور جدة الذواق المنطرب داخل الملعب اللي يستمتع بأداء اللعيبة ويعكس ثقافة الجمهور السعودي وثقافة الغربية، فيكون له دافع كبير في زعزعة المنافسين ويعطي دافع كبير للاعيبة المنتخب انه يحققوا انتصار كبير. احنا ما نتوقع، احنا ندعوهم انهم يحضروا ويكونوا مشاهدين للمنتخب، هذا واجب وطني للمنتخب، واحنا بنكون كلاعيبه سابقين ومعتزلين اوائل الناس الموجودين في الملعب لدعم المنتخب ودعم الجمهور، لأن حضورهم ومساندتهم للمنتخب اساس الفوز دائما. السلام عليكم. جاهز يعني؟ السلام عليكم. Dale, dale.